من فترة صغيرة حصلت جريمة بشعة في أسيوط، أكيد معظمنا سمع عنها، وهي إن راجل جاب سلاح وبدأ يضرب النار بشكل عشوائي على الناس في الشارع. ودي تعتبر حاجة غريبة علينا، مش سهل إننا نستوعبها. ومن 30 سنة حصلت جريمة في استراليا أبشع من دي. حكاية النهاردة عن مجزرة مينا آرثر، واللي اتسجلت كأبشع وأكبر جريمة حصلت في تاريخ استراليا. أنا خلود عبد الرزاق، وده شيء من الخوف. مارتن براينت اتولد يوم 7 مايو سنة 1967 في مستشفى الملكة ألكسندرا في جزيرة تازمينيا في استراليا. اتبسط الزوجين موريس وكارلين جدا بطفلهم الأول مارتن. وهو عنده 4 سنين كانت الأم كارلين بتلاقي ألعاب طفلها متقطعة ومرمية على الأرض، وده خلاها تقلق عليه. وما كانتش الأم الوحيدة هي اللي ملاحظة ده. لاحظ الجيران إن الطفل مارتن عنده تصرفات مخيفة. أكتر حاجة كانت مرعبة وقتها انه حاول يغرق طفل تاني في النهر. كانوا بيعوموا مع بعض وسحب منه قناع التنفس، والطفل التاني كان هيغرق لولا ان الاهل لحقوه. وكمان كان بيقطع الاشجار وبيعذب الحيوانات. وفي المدرسة كان بيتعرض للتنمر، وكان بيدخل في خناقات كتير. ولاحظ المدرسين ان مارتن ما عندوش اي مشاعر، كأنه عايش في عالم منفصل عن الواقع. ولاحظوا كمان انه بيتكلم مع نفسه كتير، وكمان بيضحك لوحده احيانا. فالمدرسة طردته، وده خلى الأهل ياخدوه لدكتور نفسي. وبعد سنة تقريبا رجع مارتن للمدرسة بنصيحة من الدكاترة، لكن المدرسة حطته في فصل تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة نظرا لحالته وماضيه. وبسرعة رجع تاني لأسلوبه، وبدأ في الخناق والمشاكل، خصوصا مع الطلبة الأصغر منه في السن. فكان بيتنمر عليهم وبيضربهم كمان من غير سبب. وهو عنده 16 سنة ساب المدرسة وهو لسه ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب. ولما الدكتور شافه قال ان هو بيعاني من عجز عقلي، وفكرة ان هو بيتكلم مع نفسه كتير ممكن تكون بداية شيزوفرينيا. فنصح اهله انهم يسيبوه في دار رعاية حكومية، الا ان الاب رفض ده تماما. وعلى عكس كتير من الاهالي اللي كانوا بيضربوا اطفالهم اللي بيعانوا من قصور عقلي، فابوه كان راجل كويس. كان مارتن بيقضي يومه قدام التلفزيون، وفي بعض الاوقات كان بيساعد ابوه في اعمال البيت من باب التسلية. والده كان بيحبه جدا، مضربهوش ابدا ولا حتى كان بيزعق في وشه. واقصى عقوبه ليه كانت بس انه يرفع صوته عليه. ويمكن ده اللي خلى صحه مارتن النفسيه والعقليه تتحسن بالتدريج. والفضل كان بيعود لطيبه قلب والده، حتى ان الجيران شهدت على ده وعلى الرابط القوي بينهم. وعلى الرغم من ان عاده في استراليا العائلات بتسيب ولادها بعد عمر 18 سنه علشان يشتغلوا ويلاقوا حياه بعيده عن البيت، الا ان ابو مارتن مخلهوش يمشي من البيت وما طلبش منه حتى انه يشتغل، وفضل يصرف عليه. والشغل الوحيد اللي كان بيسمح له بيه كان شغل سهل وبسيط وفيه تسلية كمان لمارتن، وهو انه يقص العشب للجيران مقابل اجر بسيط. خصوصا ان مارتن ما كانش يقدر انه يشتغل في وظيفة بشكل رسمي، فكان ده افضل اختيار ليه. ويوم بعد يوم اتفق مارتن على قص الحديقة لست غنية اسمها هيلين هارفي، عندها 54 سنة. كانت هيلين عايشة مع امها اللي عندها 79 سنة. ولما شافت مارتن وعرفت بساطته قررت انها تطلب منه انه يساعدهم في البيت بشكل كامل. فبقى بيأكل كلاب الحراسة والقطط بتاعتهم ويسقي الزرع، وكمان كان بينام عندهم. ومع الوقت بقت علاقة الست العجوزة وبنتها قوية مع مارتن. وتوفت الام وهي عندها 79 سنة، وبقت هيلين ومارتن في البيت لوحدهم، وبقى بينهم علاقة قوية جدا. هيلين بقت بتدي فلوس كتير لمارتن لدرجة انها اشترت له 13 عربية مختلفة، وكانت بتاخده معاها للتسوق بشكل يومي. الاتنين كانوا بيتغدوا مع بعض ويتفسحوا ويعملوا كل حاجة، وطبعا هي اللي كانت بتدفع كل حاجة. كانت بتحب الولد لانها حست انه بسيط، وكمان انه من غيرها ممكن يتعرض للخطر. بس في تقارير بتقول ان هيلين كتبت في مذكراتها جملة مخيفة عن مارتن، وقالت: يا رب احمي مارتن من اي تقلبات في حياته. الولد ده قال لي انه عايز يرتكب مجزرة ويقتل الناس، وهتكون كارثة لو الولد ده غاب
غاب عن عين أهله. هيلين اشترت مزرعة مساحتها 178 فدان، وأخدت معاها مارتن بموافقة من أبوه علشان يشتغل فيها، وكان شغله الصبح إنه بيقعد مع هيلين، وبالليل كان حارس ليلي. وادته هيلين بندقية هوائية لأنها خافت إنها تديه بندقية حقيقية، ودي بندقية ما بيبقاش فيها بارود، بتشتغل بضغط الهواء علشان ما يأذيش بيها حد، خاصة بعد ما قال لها إن عنده رغبة في قتل الناس. وفي إشاعة بتقول إن مارتن ضرب بيها على مجموعة من السياح لما وقفوا علشان يشتروا التفاح من المزرعة، وكمان كان بيضرب على أي كلب ينبح عليه، وقتل حيوانات كتير بالطريقة دي، وده خلى هيلين تاخد البندقية منه. في 20 أكتوبر سنة 1992 حصلت حادثة أليمة لهيلين ومارتن على الطريق السريع. الحادثة دي قتلت هيلين، أما مارتن فأسعفوه في المستشفى في حالة حرجة، وفضل فيها 6 شهور. والشرطة قالت إن مارتن هو المسؤول عن الحادثة، خصوصاً إن هيلين اتكلمت مع جيرانها قبل كده إن مارتن بيحب يمد إيده على الدركسيون وبيحاول ياخده منها حتى لما العربية بتكون بتتحرك بسرعة كبيرة، لكنهم ما اعتقلوهوش لعدم وجود دليل دامغ. وكتبت هيلين في وصيتها ما يعادل 363 ألف دولار لمارتن، بالإضافة لعدة ممتلكات من بينهم جزء من المزرعة. ونظراً لحالته العقلية فاتنقلت الوصاية لأبوه، واللي بقى غني فجأة بفضل كرم هيلين. وخلال كل حياته مارس كان بيحلم بامتلاك فندق عائلي على الشاطئ، والحلم ده كان مات بعد ولادة مارتن، خصوصاً مع فواتير أدويته وعلاجه، إلا إن يومها لقى فرصة علشان يبدأ حلمه من جديد. وفي مدينتهم كان في الزوجين ديفيد ونيولين اللي قرروا يخربوا خطة مارس وحلم حياته بعد ما عرفوا إنه خطط علشان يشتري شركة اسمها سيسكيب، فاشتروها فوراً. ولما صاحبها قال لهم إنها محجوزة قرروا يدفعوا ضعف الثمن اللي عرضه مارس، ومارس خاب أمله لأن الشركة دي كانت الشركة الوحيدة اللي قررت تبيع أرضها على الشاطئ. وجزيرة تازمينيا جزيرة سياحية نشطة بيجي لها مئات الآلاف من السياح، ومفيش حد بيبيع أرضه فيها إلا لو مش فاضلها. علشان كده عرض على الزوجين إنه يديهم الفلوس مقابل أرض فاضية صغيرة علشان يبدأ مشروعه، لأن المسألة مش مرتبطة بالفلوس، ده حلم وطموح، لدرجة إنه عرض عليهم يشتري الأراضي بأضعاف سعرها الأصلي. ولما رفضوا البيع حتى ولو متر واحد منها عرف إنه حلمه مات، اتصاب باكتئاب حاد وأدمن الكحول، وبعد شهور من المفاوضات الفاشلة انتحر بالشنق. انتحار أبو مارتن أثر فيه جدا، فأبوه كان فعلا سنده في الحياة وحب مارتن جدا. واللي أثار غضب مارتن إن الزوجين كانوا بيعدوا على المزرعة كل يوم وكأنهم مش ندمانين على اللي عملوه. ولما فتحوا الفندق العائلي حطوا إعلانات حوالين المزرعة اللي انتحر فيها أبو مارتن. فضل مارتن ساعتها 6 شهور بيقاوم الغضب، لكنه أدمن الكحول وحاول قدر الإمكان إنه ينسى أبوه اللي انتحر بسبب الزوجين، لكن الزوجين ما سابوهوش وأصروا إنهم يفكروه بانتصارهم. وعلى الرغم من إن مارس أبو مارتن ما أذاهمش قبل كده أبدا، لكنهم كانوا مصرين على إنهم يأذوه. فعلى حسب بعض الإشاعات إن الزوجين كانوا بيسخروا من انتحار مارس، وكمان حطوا تخفيضات على الفندق علشان يجيبوا زوار أكتر. وكده مارتن ما بقاش قادر يتحمل وقرر الانتقام لوالده. يوم 28 إبريل سنة 1996 جاب مارتن بندقية AR-15 شبه أوتوماتيكية من عيار 223، وخد كمان معاه بندقية L1A1 ودي بندقية قنص حربية، وأخد معاه بنزين وركب عربيته وراح للفندق اللي اشتريته العيلة. ركب العربية الساعة 10 متجه للأوتيل اللي بيطل على المينا، ووصل حوالي الساعة 12:35 دقيقة. دخل الفندق وقتل الزوجين ديفيد ونيولين. الناس ساعتها سمعوا صوت ضرب النار من الفندق، إلا إنهم ما اهتموش لأن المنطقة دي سياحية وأحد الرياضات فيها هي صيد الأرانب، فتوقعوا إن إطلاق النار ده من أحد الصيادين، علشان كده محدش اهتم. وجي بعدها 2 ولقوا مارتن عند باب الفندق، فكانوا بيحسبوه المالك وطلبوا منه إنهم يحجزوا أوضة. مارتن خاف إن يتم اكتشاف جثة ديفيد ونيولين، فقال لهم إن مفيش أوض وما ينفعش إنهم يدخلوا، ومشى الزوجين. في البداية مارتن ما كانش عايز يقتل أي أبرياء، لكن خطته اتغيرت لما عرف إن الزوجين امتلكوا حصة من كافيه اسمه برود أرو ومش بعيد عن الفندق، وكمان رغبته في القتل كانت بدأت. ركب عربيته والساعة 1:10 كان وصل لحاجز المنطقة ودفع رسوم الدخول لأن هي منطقة فيها آثار تاريخية والكافيه كان جنبها. دخل المنطقة وركن عربيته ونزل الكافيه بالشنطة اللي فيها البندقية
الذخيرة على ظهره، وكان جعان فقرر ان هو ياكل قبل ما يبدأ المجزرة. طلب ساندويتش وبدأ ياكله وهو بيتفرج على الزحمة اللي في المكان. وبعد ما خلص اكل رجع تاني للكافيه فلقى ترابيزة فاضية قعد عليها، وخلع شنطته بكل هدوء وطلع سلاحه ووجهه تجاه سياح من ماليزيا كانوا قاعدين على الترابيزة اللي وراه، ودول كانوا اول ضحايا في مجزرة ميناء آرثر. وبعد كده ضرب النار على راجل وحبيبته اللي كانت جنبه. الطلقة اللي ضربها على الراجل ما موتتهوش، ولكن الطلقة اللي ضربها على حبيبته قتلتها مباشرة. وكان في صانع نبيت نيوزيلندي جاي علشان يساعد عمال الكافيه، وكمان جاب مراته وابوها وطفلهم اللي عنده 15 شهر بس. ولما بدأت المجزرة رمى طبق على مارتن علشان يشتت انتباهه، وابو مراته خبى بنته وطفلها تحت الترابيزة علشان يحميهم. ولما مارتن جه يقتله الراجل صرخ في وشه عشان يهديه، فمارتن قتله وبدأ يضرب النار على الناس كلها بشكل جنوني. الناس كانت منهارة وبتصرخ وبتترمي على الأرض، ومارتن بيضرب عليهم النار واحد ورا التاني. مارتن راح لآخر الكافيه علشان يقتل الناس اللي استخبت تحت الترابيزات، فكانت دي فرصة ذهبية للخروج. ففي ناس خرجوا ومنهم زوجين طلعوا بره الكافيه، لكن مارتن شافهم وقتلهم من الشباك. وبعد كده وقف على باب الكافيه علشان يمنع أي حد إنه يهرب. ولما لقى إن كل الناس مرعوبين ومش هيفكروا حتى في الهروب بدأ يروح ناحية قسم الهدايا والتذكارات. وهو رايح كان بيملى البندقية بالذخيرة، فجري راجل وهجم عليه وحاول ياخد السلاح منه، إلا إن مارتن قدر يبعده وحط خزنة رصاص جديدة وضرب عليه النار، ولكنه ما ماتش. كان مارتن سريع رغم بطء عقله، قتل 12 شخص وجرح 10 تانيين في 15 ثانية بس. راح لقسم الهدايا للناس اللي كانت مستخبية تحت الترابيزات وورا الكراسي، قتل البنتين اللي كانوا بيشتغلوا في قسم الهدايا، وشوية من الناس ادعوا الموت وشوية أغمى عليهم نتيجة الرعب، لكن مع ذلك أطلق عليهم النار. وفي زوجين تانيين حاولوا إنهم يهربوا وجريوا للباب الخلفي ولكن لقوه مقفول، وساعتها شافهم مارتن فرمى الزوج مراته على الأرض ونام فوقيها علشان يحميها، فقتلوا مارتن. لكن مفيش حاجة حصلت لمراته اللي أغمى عليها من الرعب. سمع مارتن ساعتها حركة في الكافيه فجري فورا للباب وقتل 2 كانوا مستخبيين عند ترابيزة، ورجع لقسم الهدايا ولقى صانع النبيت وكان بيحاول يلفت انتباهه علشان ما يروحش للترابيزة اللي مستخبي تحتها مراته وطفلها، وبدأ يصرخ عليه ويترجاه انه يقف. فقتله ب3 رصاصات، واحدة منهم كانت في دماغه، وبعدين كمل وقتل كل الناس اللي كانت موجودة. اخرهم كان سايح اسيوي ما قدرتش الكاميرات ان هي تحدد هويته. وجه مارتن سلاحه تجاهه ولكن الذخيرة كانت خلصت، فجري واستخبى تحت الترابيزة وحط خزنة جديدة. خرج مارتن من الكافيه بعد ما قتل 20 شخص وجرح 12 تانيين، ووصل لموقف العربيات، وكان في عربيات بتنقل السياح، وشاف واحدة منهم ولكن كانت مقفولة لأن الركاب ناموا جواها خايفين ومرعوبين من أصوات ضرب النار. حاول إنه يقتحمها ولكن فشل، ولكنه شاف السواق اللي حاول يستخبى وسط الركاب فضرب النار عليه وجرحه، ونزف السواق لحد ما مات. السواقين التانيين بدأوا يخرجوا ويطلعوا السياح في محاولة منهم إنهم ياخدوهم لبر الأمان، لكن مارتن بدأ يضرب النار عليهم وتمكن من جرح راجل وست. وساعتها راح لعربية تانية وجرح 6 خرجت من الباص في محاولة إن هي تهرب منه، إلا إن هي تعرضت لضرب نار منه ووقعت على الأرض، وتاني ذخيرته خلصت. فراح ساعتها للعربية علشان ياخد بندقية القنص الحربية. ولما وصل للباص اللي كانت مستخبية فيه الست اللي كانت متعورة لقى جوزها بيحاول يساعدها، ولما قرب هرب الزوج، ولكن طرده مارتن وضرب عليه رصاصتين لكن ما أصابوش. ودخل لواحدة من العربيات معتقد إن مارتن ما شافوش، ولكن كان مارتن شافه وراح وراه علشان يقتله، ورفع البندقية وقال له محدش هيهرب مني، وضرب عليه النار. ولكن لأن البندقية كان وزنها تقيل ما تمكنش من إصابته في راسه، فأصابه في رقبته، وخرج من العربية وراح لعربية تانية علشان يخرج من منطقة الكافيه، وساق مسافة 600 متر وشاف ست معاها طفلتين، واحدة عندها 3 سنين والتانية عندها 6 سنين. الست دي كانت على وشك دخول الكافيه قبل ما يبدأ ضرب النار بثواني معدودة، ولما سمعت الضرب هربت مع بناتها، ومن شدة الرعب ما ركبتش عربيتها فجريت 600 متر. ولما شافت عربية مارتن جاية كانت بتحسبه حد ممكن يساعدها، وبدأت تشاور له. نزل مارتن من العربية ومعاه بندقيته وأمرها تنزل على ركبتها، وعرفت المسكينة مصيرها فسمعت كلامه. ومارتن ضرب النار على خدها وقتلها، وبص على الطفلتين اللي
بدأوا يعيطوا على أمهم وقتلهم، وركب عربيته وكمل في طريقه. شاف عربية BMW مطلية بالذهب بتملكها عيلة سالزمان الغنية، وكان بيركبها 4 أفراد بما فيهم السواق الخاص. وقف عندهم وطلع من عربيته وبدأ يتكلم معاهم. عرفت العيلة إنه ناوي يقتلهم. طلع السواق من العربية وحاول يهاجم مارتن، لكن مارتن قتله وكمل على باقي أفراد العيلة ال3، وخرج جثثهم ونقل أسلحته وعلب البنزين للعربية بتاعتهم، وساق العربية وهو راجع لفندق سيسكيب. ولقى أثناء طريقه عربية على الطريق، فوقف قدامها وخرج من عربيته معاه البندقية. العربية كان فيها راجل وحبيبته. خرج الراجل من العربية وهو رافع ايده، ومارتن كتفه ورماه في الصندوق الخلفي للعربية اللي سرقها. واثناء ده حاولت البنت تهرب، فقتلها ب3 رصاصات، ورجع الفندق بعد ما ضرب النار على كل العربيات اللي عدت في طريقه. وصل الفندق وخرج الراجل من صندوق العربية وربطه في السلم. ساعتها وصلت الشرطة للفندق وحصرته، ومارتن كان بيهدد بالرهاين اللي معاه جوه الفندق، اللي هم الراجل اللي خطفه من الطريق ونزلاء الفندق. وبعد حصار وصل ل 18 ساعة، طلع البنزين وصبه في كل مكان في الفندق، وقتل الراجل وولع النار وهرب. وهو بيجري الجزء الخلفي من جسمه كان بيتحرق، لكن الشرطة قدرت تقبض عليه. بعد ما تم إطفاء الحريق، لقت الشرطة جثة الراجل جنب السلم، ولقوا كمان جثة ديفيد ونيولين أصحاب الفندق، وتم إرساله للتحقيق يوم 29 إبريل بعد أقل من 24 ساعة من ارتكابه للمجزرة. راح ضحية المجزرة دي 35 قتيل و23 جريح، وصنفت بأنها أسوأ مجزرة في التاريخ الأسترالي. 31 قتيل كانوا من كبار السن، و4 منهم كانوا أطفال. أصغرهم كانت مادلين اللي عندها 3 سنين، وكمان اتصاب كتير من الجرحى بإعاقات دائمة. واحد منهم كان الزوج اللي اتضرب برصاصة في رقبته، واللي اتصاب بشلل رباعي. تم التحقيق مع مارتن، وساعتها لاحظ المحققين تصرفاته الغريبة. كان بيضحك بشكل غريب أثناء الاستجواب، ومش مبين أي ندم أو خوف من اللي عمله. حتى لما اتعرض عليه صور للضحايا كان بيتفرج من غير ما يدي أي رد فعل، وفي النهاية ضحك بشكل هستيري. فبعتوه للمستشفى علشان يعرضوا حالته، واكتشف الأطباء تاريخه الحافل بالأمراض، واكتشفوا إن مارتن عنده 66 درجة ذكاء، يعني عنده 16 درجة بس فوق مستوى التخلف العقلي. وكمان قال لمحاميه كل الناس بتكرهني، كل ما احاول اقرب منهم بيبعدوا عني. اتعرض على اكتر من طبيب نفسي وتابعوا حالته وبعتوا نتائجهم للمحكمة، واللي اتقال فيها ان مارتن مريض نفسي وبطيء الفهم، لكنه كان واعي تماما باللي بيعمله. مارتن خلال فترة محاكمته كان بيكرر نفس السؤال على الحراس: انا قتلت كام شخص؟ اصل انا ما عدتهمش، ممكن تقولي انا قتلت كام شخص؟ وما كانش بيسأل ده بخوف او ندم، بالعكس ده كان فرحان وفخور باللي عمله. القاضي منع عنه الراديو والجرايد، وهدد الحراس انه هيعاقبهم لو قالوا له قتل كام شخص. الحكومة الاسترالية ما قدرتش تعدمه نظرا لوضعه الصحي، عشان كده اتحكم عليه بالسجن لمدة 1652 سنة بدون اطلاق سراح مشروط بقرار غير قابل للطعن، بتهمة القتل العمد ل35 شخص بينهم 4 أطفال، ومحاولة لقتل 23 تانيين، وتخريب الممتلكات. في النهاية والنهاردة بعد 30 سنة من مجزرة ميناء آرثر، مارتن لسه بيقضي بقية حياته خلف القضبان، واتغير تماما، وحالته ساءت وبقى غضبان طول الوقت، ووزنه زاد جدا، ولسه مش ندمان على اللي عمله، وفخور بكل حاجة رغم انه تخطى 56 سنة. بعد مجزرة ميناء آرثر أعلنت الحكومة الأسترالية تعديل كامل بالنسبة لقوانين الأسلحة علشان ما يبقاش في سلاح في ايد شخص زي مارتن، والاستراليين ساعتها سلموا اسلحتهم للحكومه، واصبح امتلاك السلاح امر شبه مستحيل في استراليا. رغم كل اللي تعرض له مارتن في حياته ووفاه والده، الا انه مجرم استباح دم ابرياء كتير بحجه الانتقام، بس الحقيقه ان دي كانت رغبه دفينه جواه من زمان، بدليل مذكرات هيلين، وما صدق انه لقى فرصه علشان يفرغ رغبته المريضه. وكده تبقى حكايه النهارده خلصت. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. مع السلامة.